السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ وحشين كتير كتير. هعمل النهاردة روتين حلو هيعجبكم. شوفوا الفيديو للاخر والفيديو ان شاء الله يعجبكم، وسيبولي كده تعليق حلو وحطوا لايك، مش هتخسروا حاجة. هعمل بقى هنا ايه؟ اعمل فراخ، هعملها زي مشوية كده، يعني هعملها في صينية. عملت بقى تتبيلة الفراخ، شبت وكزبرة وتوم، فصين توم كده حلوين، وبصلاية كبيرة، وقرن فلفل حامي، وقرن فلفل من اللي هو الاخضر ده يعني قرن الفلفل الحامي اختياري. وبعدين اديناهم ضربة كده في الكبة، وبعدين حطيتهم على الفراخ، وقطعت معاهم بطاطس. هعمل البطاطس دي صينية مع الفرخة كده، وحطيت معاها طماطميتين يا ولاد. سبتها بقى تتبل كده مع نفسها شوية، وبعدين هعمل هنا بقى رز اصفر. عملت بردك كده هنا فصين توم، حطيتهم في معلقة سمنة بلدي كبيرة وشوية زيت، وبعدين صفرت التومة كده. وعادي برضو ممكن تحمري بصل عادي تصفرها برضو. وبعدين حطيت هنا البهارات. بهارات الرز الاصفر دي بجيبها من عند العطار، حلوة قوي. همسك بقى الرز اشوحه مع البهارات كده شويه، وياخد ريحه التوم وريحه السمنه البلدي وريحه البهارات كده، وبعدين نديله تقليبه حلوه. وبعدين هنحط عليه بقى ايه؟ شوربه. عندك شوربه حط شوربه. وكنت برضو مسيحه حته دهنه كانت عندي. بص، حطيت برضو منها على الرز، حطيت مكعب مرقه، وحطينا بقى ملح وفلفل وشويه بهارات فراخ، حاجه حلوه يعني. خلاص الرز بتاعي بقى هيتطبخ، وهعمل بقى هنا ايه؟ سبانخ. احنا ما كناش السبانخ لسه السنه دي خالص، وعندي العيال مش اكلين فيها قوي، بس انا قلت هعملها لهم النهارده كده ايه؟ حديد، لان بنوتي تعبانه يعني وكده، وعندها انيميا، انيميتها 8 يا ولاد والله. ادعوا لها لو وصلت لغايه هنا. ادعوا لها في التعليقات. حمرت برضو التومة، وحطيت في معلقة سمنة بلدي، وحطيت بعدها الطماطم. وبعدين هسيبها بس تتسبك كده شوية. حطيت شوية ملح وفلفل ومكعب مرقة واسيبها بس تاخد لها غلوتين كده تتسبك. واحط بقى معاها السبانخ. السبانخ بتاعتي انا ماسكاها منضفاها وغسلها كويس، وكنت سايباها تتصفى كده في المصفى على ما انا ايه؟ اجهز يعني لها الطماطم وكده. السبانخ حلوة قوي ومفيدة، وبصراحة الخضار بتاع الشتاء جميل. سبحان الله، ربنا بيخلق لنا الخضار في الموسم بتاعه، بيبقى ليه فوايد جسمنا محتاجها في الوقت ده. حلوة قوي السبانخ، بس السبانخ بتبقى حامية برضه، يعني احنا لو كترنا منها فكل حاجة تبقى باعتدال حلوة يعني. المهم بقى حطيت السبانخ، وبعدين غسلت كده معلقتين عدس، مش كتير برضه، عشان هي اصلا السبانخ بتبقى حامية لوحدها. وماما بقى كانت بتحط معلقة رز واحدة كده مع السبانخ. لو انتي عايزة تحطي معاها معلقة الرز دي حطيها، لو مش عايزة تحطها بلاش. بس السبانخ طلعت تحفة زي ما انتوا شايفين. والبطاطس بتاعتي عايزة اقول لكم طعمها خرافة. البطاطس دي بقى ممكن تتغمس بعيش، تتاكل مع الرز الاصفر، حاجة حلوة وخفيفة، ويعني مش عاملاها بصلصة.